هو الفن برضه اتطور مع السنين، يعني في الأول كان الcuts العادية والjuxtaposition وبعد كده الjump cut. إيه الأساليب اللي في المونتاج اللي أنت بالنسبة لك بتلهمك وبتخلّيك تجرّب حاجات جديدة في شغلك؟ أنا مش عارف بصراحة إيه الجديد اللي ممكن أبقى أنا عملته أو هاعرف أعمله ما أعرفش، بس دايمًا زي ما باقول لِك من شوية الprocess بتوديك لحاجة. يعني أنا أفتكر مرّة من المرّات كنا بنمنتج مشهد في فيلم الفيل الأزرق الأولاني، وحصل جه frame black بالصدفة في نُص المشهد كده جه frame black غلطة وأنا باركّب الشوت في frame black جه، فجابت لنا فكرة إن ممكن نعمل مشهد كامل عامل كده، فممكن أحيانًا غلطة أو cut يركب على cut بالصدفة يعمل لِك حاجة مش متوقعة أو يعني أنا عندي اعتقاد شخصي وممكن أبقى غلطان أصلًا إن حاجة زي الjump cuts دي اللي هي تلاقي الشوط بيقطّع جوّه كده كتير، ممكن تبقى حصلت بالصدفة في الأول، ممكن يبقى اعتقاد شخصي خاطئ، بس قصدي إن ساعات غلطة أو ساعات تجربة تقول والله طب أنا عايز أركّب الشوطين دول على بعض بس هم حجمهم شبه بعض مثلًا، فتلاقيهم عملوا حاجة أنت مش متخيلها، تراك مزيكا جاب لك فكرة حتى لو مش ده تراك مزيكا مستخدم، قصدي إنه أنا مش عارف إيه اللي ممكن أكون قدّمته حقيقي يبين إن أنا مختلف أو جديد ما أعرفش، بس إحساسي إن كل project هو اللي بيفرض عليك حاجة بيخلّيك تعملها شبه الproject. الtechniques دي أعتقد endless وخصوصًا إن أنت النهارده بقيت متحرّر من فكرة القواعد، طالما مش بتضايق العين ومش بتأذي القصة، بقيت متحرّر من أي قاعدة. يعني زمان كان يقول لك التزم بالقواعد ودي ما ينفعش تعمل كذا وما ينفعش تعمل فاكر أول فيلم عملته وأنا صغير جدًا، فأيامها كنا بعد ما يتمنتج الفيلم بيعملوا حاجة اسمها تقطيع negative إن هم بياخدوا اللي منتجناه ويركبوا الnegative على بعض. يقول لك في rules دي كان ليها علاقة بحاجات technical إنه ما ينفعش عشان يلزق الشوطين في بعض ما ينفعش يبقى في minimum في الشوط، فبدأت أسأل كده وأتدحلب أيامها طب كان في minimum إن يبقى الشوط minimum 8 فريم، بدأت أسأل طب هو ينفع نقلل الشوط يبقى 7؟ عارف اللي هو تتدحلب كده بس ينفع يبقى 7؟ أصل دي risk في اللزق، طب ما الrisk لو حصل حاجة نبقى نغير الشوط، فاهمة يعني؟ فقصدي إن نوع الproject بيفرض عليك حاجات إنك تجربها، والتجربة عامةً أنا زي ما باقول لك من شوية التجربة هي بتودينا في أي حتة وعشان تبقى شاطر في أي حاجة اوعى تبخل على التجربة. يعني إحنا محظوظين إنك بنشتغل شغلانة قايمة على التجربة، أصلًا فكرة صناعة السينما هي قايمة على التجربة، بتجرّب طريقة حَكي جديدة، حدوتة عايز تطرحها، جرّب ورّيها للناس شوف الناس هيقبلوها بطريقة عاملة إزاي. في كل بقى في التمثيل في أساليب كتير وفي الإخراج في أساليب، فكل واحد فينا عنده القدرة إنه يجرّب، يجرّب بفلوس المنتج.